حقيقي في مش عارف يكسب مديره، وهو بيحاول بكل الطرق، ارضخ ما بيرحمنيش، ارد عليه فهو برضو الاسئله دي بتجيلنا كتير، وناس بنقابلها في الانترفيوز هو جاي متدمر يعني بيبقى جاي مش مستحمل. خلينا الحلقه الجايه. طب نشوف هيكسبوا ايه استنونا اصلا، بس نشوف. استنونا الحلقه الجايه. ازاي اكسب مديري؟ ده السؤال اللي سيبناه في الحلقه اللي فاتت وقلنا نسال فيه مستر احمد في الحلقه الجديده ويجاوبنا عليه. انا مش عارف اكسبه ازاي، يعني ده سؤال كويس او وحش، طيب يعني معلش الاثنين. خليني اعكس لك السؤال شويه، عايز تكسبي ليه؟ لو هو صعب عشان يرحمني، او عشان يظبط الكي بي اي بتاعي، او عشان يظبط التاسكات بتاعتي. لو هو متسلط يبقى عشان هو كل حاجه بنسيبها مثلا لنفسه. على حسب الكيز، يعني احنا بنلاحظ دايما ان الموظف متوتر وتحت ضغط، ان دايما مديره يبقى راضي عنه اكتر من الشير هولدرز نفسهم. فكره ان انا كموظف ادور ان انا اكسب مديري، دي مش احسن حاجه ممكن. اوكي، او اكسب اي حد. انا كبني ادم، انا المفروض اكون ايجابي مع نفسي وايجابي مع الاخرين، واكون انا مبسوط والاخرين مبسوطين انهم يتعاملوا معايا. ده مختصر تعريف كلمه الايموشنال انتليجنس. الايموشنال انتليجنس هو، كان دانيال جولمان ليه كتاب في الموضوع دوت، كان بيقول ان 80% from success، 80% من نجاحنا في الاعمال مبني على ذكائنا العاطفي. فبدل ما هافكّر إن أنا أكسب مديري، لأ، أنا هافكّر إزاي أنا أكون إيجابي مع نفسي ومع الكل بقى، مديري وزمايلي ومرؤوسيني وكل الناس. ودي خطوات بسيطة جدًا، أي موظف ممكن يقرا كتاب الemotional intelligence لدانيال جولمان، وملخصه بسيط أوي. أنا موظف في مكان أو أي مكان شغال فيه، باعمل حاجة اسمها self awareness. أنا عيوبي إيه، مميزاتي إيه، إيه اللي ناقصني. على الأقل خالص لما بعرف عيوبي وواقف عليها، لما حد يديني فيدباك بعتبره constructive feedback، ببقى بسمع الكلام، ما بقعدش طول الوقت أختار أعذار عشان أقولها. لو أنا عارف مميزاتي فببني وبطور من نفسي فيها. السيلف اويرنس نقطة مهمة جدا. تاني خطوة اللي هي السيلف مانجمنت، إدارة الذات. اوكي، ازاي نحط اوبجكتيفز تكون سمارت اوبجكتيفز لنفسي، حاجة specific وحاجة measurable وحاجة achievable و relevant و timed. أحط أهداف لنفسي أنا في الكارير باث بتاعي، أنا أطور من نفسي. السيلف كنترول، إزاي إن أنا أبقى عارف أي حاجة بعملها إيه النتيجة من وراها. السيلف موتيفيشن، ما استناش إن طول الوقت حد يعمل لي موتيفيشن، أنا أعرف أعمل موتيفيشن لنفسي. أوكي. فالايموشنال انتليجنس هو في الاخر ازاي اكون بوزيتيف مع نفسي ومع الاخرين، مديري بقى، مرؤوسيني، زمايلي، زوجتي، على مستوى الشخص، مستوى العملي. كل واحد فينا لازم يكون ايموشنال انتليجنس، ايموشنال انتليجنت بالشكل الكافي ان هو يبقى ناجح في حياته. هل انا شمعة تحترق من اجل الاخرين عشان انا اكسب مديري؟ لا. انا مش شمعة لا تحترق ولا شمعة، انا في الاخر انا موظف في مكان ما، انا مطلوب في الشركة دي، ليا دور بعمله، يجب علي ان انا اعمل دوري على اكمل وجه. عجبت مديري ما عجبتش مديري، ده موضوع يرجع لمديري. بس خلينا نقول ان مفيش مدير في الدنيا مش عايز الشخص اللي بيحقق له نتائج والشخص اللي ناجح. عشان اكسب مديري اكون ناجح في شغلي، عشان اكسب مديري انا اكون ايجابي، اكون بوزيتيف، اكون الاتيتيود بتاعي حاجه كويسه مقبوله من المانجر بتاعي. لكن طول الوقت لو انا بفكر اكسب مديري، فاحيانا بتقلب في دماغي تبقى تملق، نفاق، بعض الناس تبقى عصفوره، شويه حاجات بقى من اللي هي ايه، النيجاتيف السيئه في الشركات. انا حلو افكر في جدا. نفسي. وانا قلت لك حاجه برضو، يمكن احنا فهمناها متاخر وانا فهمتها على سن كبير. احنا بيكون عندنا موظفين بنلاحظ ان في واحد فيهم مش عايز يعمل التاسك قد ما هو عايز دايما يبقى قريب من مدير، مش فارق معاه ان هو ريزلت اورينتد، ان هو يطور من نفسه. هو بيعيش عمره كله لمجرد ان هو يبرز مميزاته للاداره. برزنتيشن جميله بس هو هتقعد معاه مخوخ، يعني البرزنتيشن تحفه. طب ريزلت اورينتد اقعد معاه بعد كوارتر، احنا نقعد ما نلاقيش اي حاجه. حد تاني هو مش عايز يظهر ويبقى خلف الاضواء، يعني قاعد خلف الاضواء كده، زي سلمى اللي معانا في التيم، يعني هي اللي ماسكه كل البودكاست ومش عايزه تتصور حلقه حاجه، بس هي حابه ده، هي بتقول لك انا هعمل ده ريزلت اورينتد. حد تاني لا، انا هظهر واتصور ومن اللي معانا في التيم، وممكن ما بقاش في الطبيعي اللي انا قلته في الفيديو، بالاكسبيرينس بتاعتي هتظهر. مثلا بديك مثال، هو مش موجود معانا، كل الناس هنا والله كويسه، بس اقصد
ان اللي حضرتك قلته ده مهم جدا، ان انا اكتشفت انه احنا مش لازم نظهر نفسنا قوي للي حوالينا، ونبقى يهمنا ان احنا نروح وكل الشركه راضيه عليا ومديري راضي عليا لان ما حدش هيرضى، ولا بيتهيألي. لا بيتهيألك. امم. انا كمدير، انا عايز من الناس ايه؟ هي كلمة مانجر يعني ايه؟ مانجر هي جايه من كلمة مانج. لما اقول مثلا I managed to do something، معناها ان انا تمكنت من عمل شيء. اوكي، هتمكن من عمل شيء ازاي؟ من خلال البيبول اللي حواليا. الناس دي هي اللي بتساعدني ان انا احقق اهدافي واهداف الشركه اللي انا شغال فيها. فالناس هي معادله مهمه. فكره ان الناس بقى اللي في منهم بيزوق الكلام وبيظهر وبيتملق مديرينه وبيتسلق عشان يوصل لاعلى درجه. وفي ناس اللي هي لا بتهتم بالنتائج. انا عايز اقول لك، واكيد انت اكتشفت دوت على مدار خبرتك اللي فاتت، اللي بيهتم بالنتائج بيهتم بشغله هو اللي بيكبر، بيتعلم بسرعة في شركته. لو الشركة ما شافتوش في شركات تانية بتشوفه. لكن اللي هو بيتملق مديره هو بيبص تحت رجليه، هو ما بيتعلمش حاجة، هو بيكسب رضا شخص ما بين آلاف المديرين الموجودين في آلاف الشركات حواليه. فأنا كل طموحي إن أنا أكسب الشخص ده، والشخص دوت هو مدير من المديرين. لو في مدير آه، يعني معوق ذهنيا بدرجة الكافية ان هو كل موضوع ان هو عايز الناس تتملقه وتكسبه، وعايز شوية نفاق والكلام ده كله. مدير تعبان. بتدور على ايه؟ انت ما بتحقق عندوش نتائج في سكيلز اصلا يدير الشركة. الناس. اه، انت بتدور على مجد شخص يعني. لا. طب الموظف اللي بيلعب الدور ده، اكتر موظفين بيضحى بيهم. ايوه، ما هو انا ساعة الجد، ساعة النتائج. هحافظ على يديني ريزلت، لكن ممكن يكون دبش وما بيعرفش اه، يتكلم. ده السؤال اللي جاي حضرتك جاوبت عليه. او الموظف دوت هقلب له دوره ما بين، بدل ما هو كان موظف بيعمل وظيفة معينة عشان يحقق لي نتائج معينة، ده بقى عصفورتي في المكان. ايه فلان عمل ايه النهارده؟ فلان جه متأخر، فلان خلي بالك ان فلان عمل. فانا ايه؟ واحد يديني النشرة الجوية كده وينقل لي نبض الشارع كل يوم الصبح. ده موظف في الاخر يبقى موظف الصحفي ده. اوكي، طب ده بيعمل نتائج ايه؟ ما بيعملش. ساعة الجد بيضحي بيه، وسمعته في الشركة تبقى مم. زبالة، ده عصفورة الشركة، ده مش عارف ايه يعني. هم معروفين. طب اللي عكسهم بقى، وده مثال عندنا في الشركه. عندي موظف لو حضرتك سألته على شكوى حاصلة من التيم عنده، هو مانجر وعنده حد في التيم بيعمل غلطة، والله حضرتك جيت في سؤال مهم جدا. ومثلا تيجي تسأله دايما يدافع عن موظفينه بشكل مستميت ايفن في الأخطاء وعن اللي حواليه. لدرجة احنا ساعات لما نقعد نهزر معاه، نقعد نهزر يا عم انت مالك، ما انت يعني هو دايما بيدافع لدرجة موظف جاي متأخر مش عايز حد يعرف انه جاي متأخر مثلا. كويس. المدير اللي زي ده تحافظ عليه بإيدك وأسنانك. ليه؟ لأن في الآخر احنا بنتكلم في الإدارة. من ضمن المهام الإدارية عند أو الصفات الإدارية الصحيحة إن هو يكون شخص responsible. يعني إيه responsible؟ responsible ترجمتها بالعربي مسؤول. الناس فاكرة إن كلمة المسؤولية هنا هي كلمة authority، ولكن هو العكس. مسؤول يعني يسأل. كلمة مسؤول يعني اه. هو اللي يسأل. اوكي، انا امسك فريقي واتكلم معاه وادربه واعاقبه وازعل منه والكلام ده كله، لكن ساعة الجد انا حيطة السد. اوكي، انا اللي بسأل. عشان كده حتى كنا بنشوف مدربين كرة قدم، مثلا المدرب اللي هو يجي يقول ايه، والله انا المرة اللي جاية هحاول ان انا في الفريق بتاعي اعمل كذا وكذا وكذا، بنعرف ان هو حد مسؤول. accountable. ان هو ما إيه، بيرميش اللوم على حد. بالظبط. لكن المدير اللي بيلوم اللي تحتيه، اوكي، بنبدأ نسأله سؤال. حتى في الهيكلة لما نيجي نشتغل ونلاقي مديرين فيهم الصفات دي، بسأله سؤال. لما أنا كل ما هسألك هتقول لي أصل فريقي، كل ما أقول لك حاجة تقول لي أصل فريقي، ممكن تقول لي لازمتك إيه في الموضوع؟ الله، حلوة أوكي. دي. فهو اللي موجود ده كمدير هو موجود ليه؟ موجود عشان تحتيه فريق عمل. لو كل حاجة أنا هرميها على الفريق وأقول الفريق اللي غلط، طب وأنت سيادتك بتعمل إيه؟ ده صح. هو نفى دوره، ده محى دوره من الوجود. فهو المدير اللي بيتحمل هو المسؤولية، وعارف ان هو دوره ان هو يكون مسؤول فيتسأل، هو ده المدير اللي شاطر. والمدير اللي زي ده على فكرة هو مش بيبقى طيب مع فريق العمل ولا حاجة، بس هو بيعمل ايه؟ انا وناسي هنقعد نتكلم مع بعض، هنتكلم مع بعض وهنشوف الاخطاء فين ونعدلها والكلام ده كله. لكن انا قصاد الاخرين انا مدافع جيد عن فريق العمل بتاعي. يعني لو هنقول قدام الإدارة أو الشير هولدرز ده ما بيأذيهوش، يعني أنا بحس ده حاصل وبيحصل معايا لما بقابل كلاينت وببقى شايفة التيم بتاعي شغال جدا ومطحون، ده حقيقي والله، بيعمل يعني effort مش طبيعي، فالعميل مش شايف ده.
فهو شايف ايه؟ بوست نزل، هو مش شايف بقى الاس اي او والكونتنت والكلام، مش شافش كل ده، ما شافش الكامبين يقول لي هم الناس تعمل ايه عندك؟ يعني ما عملتش اي حاجه. فانا اجي اوضح مثلا ممكن كنت 9 شغالين على حاجه واحده، كامبينه واحده هتطلع مثلا بقالنا 3 شهور، فلاقي الرد الفعل هم الناس عملوا ايه. ده ممكن من الاداره عندنا كشير هولدرز، او من الاداره الخارجيه للشركه عندنا، او من العميل نفسه. فساعتها انا افضل دافع، وبعدين بقعد مع نفسي بزعل، بحس ان انا الافورت اللي انا كنت هبذله، او اللي هي الريزلت اللي كانت هتطلع وهنحتفل بيها، او بحس ان انا مش قادره استحمل ان انا اقعد معاه تاني في جدل، او ان احنا نتكلم تاني. خلاص هو عمل شات داون لكل السيستم. جميل، نرجع تاني للنقطة علشان انت نفسك تبقي ريزيلينت اكتر. الايموشنال انتليجنس، اوكي، سيلف اويرنس. انت وظيفتك فيها حاجات حلوه وحاجات وحشه. من ضمن الحاجات اللي هي نيجاتيف شويه في الوظيفه ايه؟ ان انا بقابل الغير، بقابل كلاينتس، في منهم اللي فاهم، في منهم اللي مش فاهم، او معظمهم مش فاهم اصلا في ده موضوع حقيقي. التسويق ده حقيقي يعني. فانا لما اقول ان انا عارف مسبقا الموضوع ده، انا سيلف اوير بالتحديات اللي وظيفتي فيها، هيلاقي نفسك ان انت لا، انا هعمل اللي عليا، انا بروفيشنال زي ما انا. اوكي، انا مش حد أصل ممكن يعني يبقى الرياكشن ان انا ايه، طب هو بيقول كده، طب انا مش هعمل. طب واستفدت انت ايه؟ ما هو انت مش بروفيشنال. اوكي. صح صح، اللي هو انا سبت التاسك وفقدت تاسكي بسبب كلمه قالت لي. صح. فانا في الاخر مين اللي مضر؟ انا. انا. اوكي. عامل زي بعض موظفين مثلا عندهم مشكله في الشركه، فيبدا يقول لك ايه، طب انا والله إيه على قد فلوسهم، اه، كارثه انا مش كارثه. هشتغل، انا هم مش بيقدروني فانا مش هشتغل. يا حبيبي، ما انت اللي هتتشاف نيجاتيف اتيتيود، انت اللي هتمشي في اول مرحله. انت لو عندهم ترقيات مش هيرقوك. اوكي. لا، انت اعمل اللي عليك طول الوقت. انت لما بتشتغل عشان انت حد بروفيشنال، مش عشان مستني طول الوقت تشجيع. عشان كده حتى في الايموشن كان في جزء كبير جدا في الكتاب بتاع دانيال جولمان عن السيلف موتيفيشن، هاو تو موتيفيت ماي سيلف. الله. اوكي. فانا مش هنتظر كل شويه حد يسقف لي، لا، انا بعرف اموتيفيت ماي سيلف. انا دي عارف مهمه ان جدا. I can do it. انا عارف ان انا مش هكمبير نفسي بالاخرين. انا عارف ان انا كل حاجه بعملها بدور على البينفيتس اللي وراها ايه، وبسعى ان انا يعني اخد البينفيتس دي. اوكي. فالسيلف موتيفيشن طول الوقت. الموظف مش الغير او الاخرين، سواء في شغل او غير شغل، يحددوا لي طريقي وانا اشتغل ازاي. لا، انا بشتغل عشان انا بروفيشنال. اوكي. لكل فعل رد فعل، دي في الفيزياء. اوكي. يعني لكل فعل رد فعل، دي في الفيزياء. مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، والكلام ده كله احنا خدناه في الساينس زمان. لكن الحقيقي هو لكل فعل ريسبوند. الله. اوكي. ريسبوند ده يعني ايه؟ ريسبوند ينفعني انا، ريسبوند النتيجه بتاعته تنفعني انا. اوكي. لو الشركه مش مقدراني، ابتدي افكر بقى، انا لو اشتغلت بجديه، في احتماليه ان هم يشوفوني ويقدروني، وفي احتماليه ان هو لا. طب لو انا قلت لا، مش هشتغل وعلى قد فلوسهم، وانا مش هعمل اللي عليا. هو موظف اوكي. حكومي. هتمشي. هتتشافي وحش. يعني لو احنا قلنا ان في الاول في احتماليه 50% تتشافي و50% لا، لو ما اشتغلتيش بقت 100% لا، 100% مش هتتشافي. 100% يقول لك فلان ده الاتيتيود بتاعه مش كويس. ونرجع بقى نسمع الكلمه المشهوره، الاتيتيود ونيجاتيف اتيتيود والكلام الايه اللي احنا يعني ممكن وقعنا اكون انا عليه. حولت الموظف بتاعي للنيجاتيف اتيتيود. بالظبط، لو الموظف قبل ذلك. لو الموظف، اه. اصل في الاخر ايه، أنا دايما بعلم الموظفين، الموظف انت لازم تكون emotionally intelligent، تكون ذكي عاطفيا. اللي هو دانيال جولمان بيقول 80% من نجاحك مبني على ذكائك العاطفي. اوكي. الموظف، هقول لك مثال في الكوره. احنا عندنا لعيبه كوره، يعني بدون ذكر اسامي في كبير. اوكي. لعيب محترف احتراف رهيب. اوكي. الراجل محترف جدا. يعني لو كان عنده ذكاء عاطفي، اوكي، انا كنت هقول لك ان هو كان يبقى تاريخه الاحترافي غير اللي هو فيه دلوقتي خالص. محمد صلاح ما حدش يقدر يقول ان هو مش لاعب جامد. اوكي. بس 90% من اللي هو فيه دلوقتي مش لاعب. 90% من اللي هو فيه دلوقتي هو ذكاء عاطفي. قعد احتياطي سنة في فريق،
ما اتعصبش، ما شفناهوش مرة بيشتم، مرة بيتعصب، مرة بيتخانق، ما رغم شفناش. الاشاعات اللي بتطلع عليه والكلام اللي بيتقال، ما بيردش على أي حاجة. يقولوا الكريسماس انت بتطلع اوكي. تقول ومش عارفه ايه ما بي والعيد فين ولا بيرد على أي حاجة. تماما، حتى قضيه راجل فلسطين قدر والكلام ده كله. راجل قدر إن هو يكون، بغض النظر هو يعني احنا مش هنتكلم على مواقف. لا انا بحس ان هو بيمشي بروفيشنال، يعني انا مش هتكلم في 3 حاجات، لا ديان ولا سياسه ولا، انا بحس بكده هو ماشي في طريق، فانت تحكم عليا باللي تحكم عليه، انا مش هطلع ارد عليك. هو في الآخر الراجل بيفكر في إيه؟ بيفكر إزاي يكون إيجابي مع نفسه، يكون هو مبسوط، يلاقي هو مبسوط وسلس مع نفسه، وإيجابي مع الآخرين. أوكي، دي النقطة. ده كان في مثال في الكورة، كان في عنصرية في الملاعب مرة، وكان واحد رموا عليه موزة. أوكي، عشان هو أسود اللون، فرموا عليه موزة معناها إن هو بيشبهوه بالقرد. الراجل بمنتهى البساطة عنده سيلف اويرنس، عارف ان انا لاعب دولي، عارف ان انا بابليك فيجر، عارف ان انا هكون مقبول من بعض الناس وبعض الناس لا. اوكي. فالراجل راح واكل الموزة، واخدها من على الارض، قشرها كلها، كانها شاط الكورنر بتاعه، الحياة حلوة جدا، ما عندوش اي مشاكل. في حين ان في لعيبة تانية لما اتعامل معاهم العنصرية ديت باكوا وعيطوا وحزنوا، والفيديوهات بتاعتهم كلها موسيقى حزين وحاجة يعني. فهو لا ايجابي مع نفسه ولا ايجابي مع الاخرين. مختصر كلامي ايه؟ السيلف اويرنس، انا كموظف يجب ان انا اكون عارف مميزاتي وعيوبي. انا كموظف مفيش حد يحدد لي الطريق، انا راسم سمارت اوبجكتيفز لنفسي. انا عايز من الوظيفه بتاعتي اطلع بايه، انا عارف التحديات اللي فيها، انا عندي سيلف اويرنس بنفسي وببيئه العمل اللي انا فيها. انا ببني الطريق وعندي سيلف كنترول، وعارف ان اي حاجه بعملها عايده عليا انا. اوكي. ففكرة إن أنا أحاول أكسب حد بالتملق، بالوصول، بالكلام ده كله، الكلام ده كله ده أنا شايفه فشل. أوكي. لما أحب أقارن نفسي، حتى أقارن نفسي بنفسي، أقارن نفسي باللي أنا كنت عليه. لكن إن أنا طول الوقت أحاول أكسب الناس، أوكي، هتلاقي نفسك بتكسبي الناس وتخسري الناس. لو أنت بتحافظي على نفسك هتلاقي نفسك بتكسبي كل الناس، وبتكسبي نفسك في المقام الأول، وده الأهم. وبحس ان انا بحترم نفسي، يعني انا بحس كلام حضرتك ده غير مفهوم عندي كبير جدا، ان هو تقريبا او من كتر ما احنا بنشتغل في الجزء بتاع الماركتينج والتكنيكال والارقام، الواحد بينسى جدا الجزء الجانب الانساني الطبيعي فينا، يعني في طبيعتنا احنا، لدرجه ان احنا بقينا تحولنا، هو انا في الاخر عايز اشوف الجروس وعايز اشوف البروفيت مارجن وعايز اشوف الار او اي بتاعي. فتقريبا احنا نسينا، والله نسينا التعاملات الانسانيه. ما هي يعني هنقول، أنا مش عايز أسميها تعامل إنساني على قد ما هو ذكاء. اه الذكاء هو أنا موجود في الحياة ليه؟ يعني احنا كلنا بنتولد في لحظة ونموت في لحظة، وفي النص عمر. انا موجود في ليه؟ عشان ايه في الاخر؟ اوكي. التفكير عشان اعمر بالشيء. في الارض بشكل او باخر. اوكي، هنقول بقى ايه، في نظرة دينية وفي نظرة، بس في الاخر ايه، انا سواء النظرة دينية او غير دينية انا عايز اكون مبسوط، عايز اعدي الايام اللي انا عايشها دي مبسوط، بهدوء اكون يعني. ايجابي. اوكي اكون. لكن انا مثلا لو قضيت 9 سنين ولا 10 سنين من عمري بتعامل مع مدير فانا مش مبسوط. اوكي. لا، لازم افكر في نفسي، يعني لازم افكر في نفسي. المشكله ان انا المدير مش لما عايز بيبقى اكسب كده حد. بينكد على الموظف عيشته حقيقي والله، يعني بيروح يتخانق مع اولاده، بيروح، انا بشوف امثله مع اهل بيته، هو فاشل في حياته عشان التانيه. كده دايما حتى في الكتاب دوت في حته كبيره موجوده في الحته دي، اللي هي do not be negative after dealing with difficult people. ان انا ما بقاش سلبي يعني انا ممكن ايه، انا ممكن ان انا في موقف اتعاملت مع كلاينت، الكلاينت دوت نرفزني. اوكي. اجي بعد كده ايه، انا بروفيشنال بالدرجه الكافيه ان انا اتعاملت مع الكلاينت دوت وعديت الموقف، وكنت يعني على مستوى احترافي رهيب. اوكي. بس اجي بعد الموقف دوت بقى اول واحد اشوفه، ما اسمعش صوت حد، انا مخنوق، بص انا لسه خارج من ميتنج زباله، واقعد بقى ايه، او اخش البيت محدش، ما اسمعش صوت حد. طب انا كده مش بروفيشنال ولا حاجه، انا كده عاقبت ناس، علشان انا اتعاملت محترف مع ناس تانية. اوكي. او يجي واحد الصبح الشغل كده يقول لزمايله انا مش عايز اسمع بودلوك، انا لسه متخانق مع مراته، فجاي ينكد على الناس اللي في الشغل. يقولوا على المدير معلش اصل مراته، سوري بقى يعني البودكاست، يعني مراته مبهدلاه او حاجه بتتقال بطريقه فاهماني؟ تانية، اه تقول له يا عم سيبه يا عم، ما هو مراته مش عارفه ايه، فهتلاقيهم قاعدين يضحكوا على الترابيزه، انا الاقيه داخل فعلا متجهم ومقريف والمدارس والاقساط طب احنا انت مراتك اه حط عليك احنا مال، يعني احنا ده يعني، نكد على تيم يعني كامل ليه. فتنكد ان احنا ليه يعني. حلوه دي. ولو عنده سيلف اويرنس هيعرف ان كلنا محطوط علينا فيبقى كويس. انا عايز اقول لحضرتك، انا حضرت لحضرتك بعد اذن الاعداد بقى هقول حاجه، لان الحلقه دي شيقه وجميله جدا. حضرت لحضرتك مره محاضره، كنت انا حامل، وانا فاكره كنت مش قادره، كنت تعبانه جدا وكنت في شهر رمضان،
وحضرتك كنت بتدي المحاضره، قلت ادخل اقعد في الروم عقبال ما محاضرتي ما تبدا. كنت بدي ماركتنج وجيت قعدت مع حضرتك احضر، كنت مقريفه قوي، يعني حاسه بظلم رهيب ان انا نازله اشتغل وانا صايمه، وانا مش عارفه انا حاسه بظلم ليه. هو محدش قاهرني، يعني انا نازله بحق ذاتي، يعني مفيش سبب، ولا هو سبب مادي مثلا، انا اللي حابه ده. بس الوهله كده ما تفهمش بقى هرمونال ديستربنس او حاجه، مقريفه ونازله بقى وبتاع. فحضرتك في شرحت جزء والله انا فاكراه لحد النهارده، كنت بتتكلم عن ان احنا ازاي نتغلب على مشاكل حياتنا، او ان احنا ازاي نشيل الحاجات دي كانه صندوق اسود، انا فاكره النظريه دي، ونحط فيه المشاكل ندخل. لو ادي محاضره، حتى ضربت مثال، انت تعبان انت، بس انت داخل تأدي عمل اديه على اكمل وجه ووقتها والله انا فاكره كويس، انا دخلت اديت المحاضره وكنت مبسوطه جدا. وبعدين ايه، لقيت نفسي يعني لا اديت اعلى ريزلت في الشرح في الفتره دي، وروحت حاسه ان انا مش متضايقه، مش مجهده بالاجهاد اللي انا كنت مخي. يعني اكتشفت ان مخي هو الشيطاني، هو اللي عمال لا انت تعبانه، طب انت ايه نزلك، او رساله بتتصدر لي، لا انت الحمل ما بتتحركش مثلا، انت مين. في حد صدر مسج انا مش فاكره مين، بس هو سمعتها، وبقيت طول اليوم ماشيه مش قادره اعمل اي حاجه في يومي. بعد محاضره حضرتك خرجت كده لقيت نفسي بشتغل ومش اي حاجه، وروحت البيت هي مبسوطه. نظريه الصندوق دي اللي احنا بنحط فيه مشاكلنا. طبعا هي يعني هرجع تاني لكتاب دانيال جولمان، مش عارف هو يعني كل بس حلو، لا لا كلام يعني حضرتك ممتاز. يعني ممكن عارفه احيانا دكتور يقعد يقول لك ايه، خليك ايجابي، اسمع للناس كويس، خليك ايجابي. اعمل ايه يعني؟ يعني لما يكون انا محطوط عليا حتى صوره في كل حياتي وتقول لي خليك ايجابي، كلام انا بحسه كلام انشا، يعني بتحس ان هو انشا. يعني عارفه لو اعمل الصح بتاعت حزلقوم كده، اعمل الصح، اعمل ايه يعني؟ فالموضوع بيبقى مستفز شويه. فهي خليك ايجابي دي بتيجي منين؟ هي من السيلف اويرنس، سيلف مانجمنت، سيلف كنترول، سيلف موتيفيشن. اوكي، لو انا بعمل الخطوات بشكل سليم، انت نازله بتقولي ايه؟ احقق ذاتي، يعني انت اللي عايزه تنزلي، انت اللي حابه ده، انت مش مغصوبه على ده. لو ده هو اللي في دماغك perception، اوكي، فالاتيتيود هيكون ايجابي. لو حد زرع في دماغي ان انا نازله وانا حامل، نازله عشان اكل عيشي، نازله عشان الناس عايزاني انزل، نازله غصب عني، نازله، لو ده التفكير، فالبرسبشن هيبقى نيجاتيف، فاللي هيتبني عليه اتيتيود نيجاتيف. مين اللي هيتضايق منه؟ انت. اوكي، مين اللي هيتشاف غلط من اللي حواليه؟ انا من عصبيتي بقى انت. ومن اتيتيودي على اللي اوكي، حواليا انت. فالفكره كلها، حتى احنا بنقول ان كل حاجه مبنيه على البرسبشن. انا فاكر اللي شرحتها في كذا محاضره، كنا بنشرح الحته بتاعت ايه؟ البرسبشن والاتيتيود. الاتيتيود في بعض الناس ربنا يسامحها يعني بيزرعوا في عقول البشر ان الاتيتيود ما بيتغيرش. اه يعني يقول لك يقول ايه؟ لك بعد ما شابوا ادوك كتاب ما حدش بيتغير، الاتيتيود مش ما عارفه ايه. بيتغيرش، اه ده طبعا. ما كناش احنا في التي او تي نعلم الناس ان احنا بنيجي بنشتغل على ايه؟ على الكي اس اي، نولج وسكيل واتيتيود. فيعني ايه الاتيتيود ما بيتغير؟ مفيش حاجه اسمها كده. اوكي، ده التغيير فكره في المايند سيت بتغير الاتيتيود. فكره صغيره، واحد يعني انا اتيتيودي يكون سلبي تجاه حد انا اعرفه، وقت ما اعرف حقيقه معينه اتيتيودي بيتغير تجاهه. ده حقيقي، هو اوكي، مثلا كنت بحكم عليه حكم معين ولقيته مظلوم في فالتغيير حاجه فكرة. بتحرج اوكي، فالمايند سيت يغير الاتيتيود. لما غير المايند سيت بتاع الناس يغير الاتيتيود. لما غير البرسبشن بتاع الناس، انت شايفها ازاي بعينيك، ده بيغير الاتيتيود. لكن هما بيمزجوا ما بين الاتيتيود والبرسوناليتي. اه. اوكي، فالبرسوناليتي انا متفق ان البرسوناليتي بتتغير، ولكن هي صعب تتغير. اوكي، وصعب بالتدريب تتغير. لكن الاتيتيود هو شيء مبني على شيء، لو الشيء الاول انت اتغير فما بني عليه بيتغير عادي جدا. اوكي، فالفكره بمنتهى البساطه، انت في اليوم اللي هو بتاع المحاضرة ده، كل الموضوع ان انا غيرت لك البرسبشن. ده اوكي، حقيقي. فتغير الاتيتيود. هو حضرتك ما غيرتونيش، زي مش قصدي طبعا كورسات التنميه البشريه اللي هي الطاقه، يعني مش قصدي اللي هو حضرتك ما بتعملهاش حاجه، بتديني انفو واضحه وبمشي وراها. لكن مثلا فكره الشباب اليومين دولت عايزين، وده شيء انا لاحظته، عايزين شباب صغير في السن يمشي حاطط السماعه ويعلي في صوته يلا بينا احنا ناجحين، تلاقي العيال كلها بتسقف، الشباب كلهم واحنا ناجحين ومفيش نجاح اساسا ولا في سكسس ستوري. وتلاقيه لا، انت دوست على نقطة التنمية البشرية بقى، ودي يعني انا عايز اقول لك يعني ثلاث ارباع مقالاتي تقريبا انا كاتبها في موضوع التنمية البشرية، او مفهوم اللي الناس شايفاه عن كلمة تنمية بشرية يعني. ف يعني انا فاكر موقف في مرة كنت لا بدي. انا هقطع حضرتك، هنعمل بارت 2 للحلقه دي وهنتكلم في موضوع التنميه البشريه. يلا باي.